بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الشرف للإذاعة الوطنية اليوم أنها وفي حصتك أنها تعلن أننا انتهينا من استرجاع كامل الجوامع المنفلتة اللي فيها خطاب تكفيري متشدد غير معترف بالدولة ولا بمؤسسات الدولة. آخر جامع هذا اليوم استرجع، والحمد لله السياسة اللي اتبعناها في استرجاع الجوامع تقوم أساسا على احترام حقوق الإنسان، على احترام مقدساتنا. والحقيقة الأسبوع الفارط وقع نوع هكا. هذا مسجد ابن تيمية في سبيتلا. هذا في سبيتلا ولاية القصرين. الحمد لله اليوم استرجع والناس صلات في أمن وأمان، وكانت الحقيقة للإمام المعين ويعني اللي عينته وزارة الشؤون الدينية صعد فوق المنبر وقام بالخطبة على أحسن حال، ولا وقعت مشادات ولا أي شيء يعكر صفر الأمن الروحي داخل جوامعنا بما فيها الجامعة هذه. كم منبر تمت استعادته إلى غاية اليوم؟ إلى غاية اليوم 149 جامع وقع استرجاعه في هالفترة متاع 10 أشهر. الحقيقة منذ أن تولينا الأمانة هذه وجلسنا سواء كان في المركزي واتفقنا على أساس اتباع خطة ممنهجة دقيقة علمية. صحيح بدت للبعض أنها بطيئة، ولكن في اعتقادنا أنه المهم هو أن وصلنا في مسألة حساسة جدا، وهنا كانت من أولويات خارطة الطريق. صحيح احنا في اعتقادنا نراه استرجاع الجوامع بالطريقة السلسة هذه أمره ليس بالهين لأسباب. أول شيء الناس هذوما اللي رافضين التعامل مع الدولة ومؤسساتها ناس مستعدين باش يعملوا كل شيء. الشيء والصعوبة الثانية أنه السادة يعني الأئمة اللي باش يعوضوهم زاد ليس من الهين أنك تلقى البدائل، واللي تلقى باش ممكن يضحي بنفسه، يضحي ربما كذلك بسمعته مع هؤلاء بأسرته. والحقيقة هذا الفضل فيه لله سبحانه وتعالى من ناحية، والفضل فيه كذلك لجهود كثيرة وكبيرة قاموا بها السادة الوعاظ الجهويين والوعاظ المحليين بالتعاون بالطبيعة مع باقي السلطات اللي كان ثم تعاون من وزارة الداخلية. نعم يعني احنا كنقول وزارة الداخلية يعني أمن، أقصد ولاة أيضا معتمدين. فعلا احنا الخطة اللي تبعناها بعد ما لقينا أنه فما نوع بعد شهر تقريبا من تولينا المسؤولية فما صعوبات لما يكون المركزي هو اللي يتحمل هالأمانة والمسؤولية وحده. فقررنا أنه نبعث في كل الجهات في كل الولايات لجان جهوية يرأسها السيد الوالي، معاه الوعظ الجهوي ومعاه أيضا ممثل عن النيابة العمومية، الإطارات العليا لوزارة الداخلية من حرس وأمن. الحقيقة أسبوعيا قاعدين يجتمعوا برئاسة إما السيد الوالي وإما المعتمد الأول لوضع خطة لاسترجاع الجوامع. والحقيقة